القناة الشبابية. سنتعرف على ضيفنا هذا ضيفنا الثالث في هذا العدد، لكن بعد ضيف السادسة. ضيفنا الفنان والمسرحي محمد إسلام كوشيت. أهلا بك إسلام، محمد إسلام. الله يحفظك تعيش، وشكرا على الاستضافة. العفو، سعيد بحضورك معنا اليوم في هذا العدد من برنامج على السادسة. إسلام، راني نشوفك نشيط اليوم، يعني بما أنه دائما المسرحيين يجوا هكاك عندهم يعني نشاط قوة، لأنه دائما لازم يكونوا نشطاء على ركح المسرح. لكن إسلام، أنا والمشاهدين الكرام حابين نتعرفوا أكثر على إسلام، وقتها بدأ اهتمامه بمجال المسرح. صح. المسرح أنا بديتو صغير، 14 سنة. كنت نشوف بزاف الممثلين الكبار، كيما بوعكاش، كنت نشوف مصطفى العريبي. كنت حاب نكون كيما هما. قررت اني نجرب المسرح. اول دور لعبته هو شجرة. اول دور لعبت عرض مسرح طفل. باسكو كنت تشوف طفل صغير ما يلعبش الادوار شغل تاع ثوريه وادوار غامضه، يلعب بزاف مسرح طفل باش يدخل في عمق المسرح، باش يعرف شنو هو المسرح. باسكو علاش كي تبدا صغير الحاجه الاولى اللي يبداو لك بها هي مسرح طفل، يعلموك وشنو هو التياتر، وشنو هو المسرح، لا باس تاع المسرح. انا تعلمته من صغري، كنت نحب التمثيل، انا انسان نحب التمثيل بزاف، نحب نمثل، وفي الدار نقلد كاع الشخصيات ونحب الدومان هذا. كي لقيت اوكازيون اني نبدا في المسرح، بديت ما حاولتش نفهم، بديت ديريكت مسرح، والحمد لله دوكا مازالني في وكان كاين واحد في العائله ربما عنده اهتمام بالمجال المسرح ولا لا؟ ما كاش. عندي العم، عندي عمي. عمي كان يقول لي بزاف تدخل جالك الادوار الثوريه. نعم. ولا كوميدي، بس انا انتريسي بزاف لا كوميدي. غادي يخرج لك الادوار الثوريه ولا كوميدي. قلت له واش رايك عطيني ايدي نديرها. قال جرب المسرح. جربت المسرح ولقيت فيه بزاف عفايس نحبهم انا اللي فيا، تسمى اي دور نلعبو نحسو انا. بديتو من عمي، هو اللي عطاني هذاك، هو اللي طبعني المسرح. نعم، الدفع. يعني انا لما نتحدثوا على المسرحي، اولا المسرحي راهو امام الجمهور مباشره، ولازم له يتقمص الشخصيه يعني يدخل في عمق الشخصيه. كيفاش تقدر انت انك تتقمص هذه الادوار المتعدده من مسرحيه معينه الى مسرحيه اخرى تمثل فيها دور اخر؟ صحيح. شوف دوك نفهمك، هذه داخله في النفسيه ديالك. انك تقرا السيناريو، كي تقرا الشخصيه تاعك لازم تعرف الانسان هذا شكون. باسكو علاش الدور في المسرح ماشي انه يكون جوست ان بيرسوناج، لازم تعرف الشخصيه هذه شكون. قبل كي تعرف الشخصيه هذه شكون لازم تقرا عليها. باسكو في المسرح تلقى بزاف المسرحيات، تلقى في الكتابات، تلقى في الروايات. كتقرا روايات تحس باللي هذا الانسان شغل راهو جاز عليك ديجا، بان عليك ديجا في الافلام القديمه. ثم انا الادوار ديالي كي نتقمصهم نعيشهم، نحس باللي انا هذاك لو بيرسوناج. باسكو علاش حاجه اللي ما تعيشهاش ما تقدرش تخرجها من قلبك. تسمى اي عفسه تخدمها لازم تعيشها. نعم، تحدثنا على بزاف مسرحيات من مسرح الطفل الى انك من بعدين وليت عضو ايضا في فرقه مسرحيه فور ارت. يعني في عدة مسرحيات شاركت فيهم، وربما أيضا استضفنا في القناة الشبابية أعضاء من جمعية أو الفرقة المسرحية فور آرت. تحدثونا على بعض المسرحيات، لكن أنت أيضا ضمن الممثلين في هذه المسرحيات. ربما لو تعطينا أبرز المسرحيات اللي شاركت فيهم، 4-5 مسرحيات اللي تشوف أنت ربما كانت أهم تجربة لك في هذه المسرحيات. شوف أنا راح نقول لك حاجة، أنا أفضل عرض لعبته مع فور آرت وحسيت بلي هذاك العرض عجبني هو مخلص. نعم. عرض تاع مخلص عرض 100% احترافي. باسكو علاش البيرسوناج اللي لعبته هو انسان كبير، شاب كبير وميت، ويدخل زعما في الرول هذاك على اساس كوميك. وانا نحب لا كوميدي، سما لعبتها، سما دخلت في هذيك الشخصيه. ومادام دار فيها كونفيونس المخرج اللي كان مسؤول على المسرحيه، ما حبيتش نعطي له لا كونفيونس ديالو، ولعبت هذاك البيرسوناج ولعبنا في الغواط. اول عرض ديالي لعبته في الغواط مع فور ارت. بيبليك رياجا معايا اكثر من الممثلين اللي كانوا يلعبوا معانا، باسكو ما استناوش لا رياكسيون هذه.
باسكو هذيك الشخصيه ما تبانش في المسرحيه. حنا بدلنا كاع العرض. تسمى لو بيرسوناج اللي كنا نلعبو انا هو يبان غير مفضل، يلعب غير بالميم. انا لعبته، انا دخلت في الشخصيه هذيك، حسيت بالقوه تاع البيرسوناج هذاك. باسكو البيرسوناج لازم تخرجه من قلبك، بيرسوناج صعيب بزاف والحمد لله اتقنته. نعم. وربما مسرحية أخرى اللي شاركت فيها أيضا. ما نكذبش عليك، هذا أفضل عرض مسرحي. افضل عرض لكن في مسرحيات أخرى شاركت فيها، يعني حبينا نعرفوا الجمهور بها. انا فور ارت مانيش بزاف من دخلت معاهم. نعم. تسمى ما عندها واحد نقدر نقول لك عامين من دخلت معاهم. نعم. بلا فور ارت، المسرحيات الأخرى اللي شاركت فيها. مسرحيات اخرى اللي شاركت فيها عندنا 3 أو 4 مسرحيات. عندنا مسرحيه لؤلؤة المنظف. نحكي لك المسرحيات المهمين اللي لعبتهم. لؤلؤة المنظف كان بيرسوناج تاع حكينا، دخلنا امور تاع التنظيف والنظافه ونقول البلاد هذه على البيئه هي كان. نعم. عندنا ملحمه الحريه. لعبت نقدر نقول لك لعبت براسك كل الشخصيات. لعبت امين عبد القادر، لعبت علي لابويند، لعبتها وكريم بالقاسم. شخصيه ثوريه. شو حسيت هذيك الملحمه هذيك، انا ما نكذبش عليك افضل ملحمه لعبتها. باسكو بيرسوناج اللي مدوهم فهمت كيفاش دار فيها الثقه هذيك، عطاني كامل الشخصيات اللي صعاب. باسكو سورتو امين عبد القادر. امين عبد القادر باش تقمصو لازم يكون عندك شغل الحنجره صوتيه ما شاء الله، لازم تكون عندك تخشين. واتقنت الشخصيه هذيك ودخلت في الرول هذا. نعم. لي بيبليك ولا رياجه معايا، ولعبت جنرال، شخصيه جنرال باش تهضر فرونسي وتلعب البيرسوناج هذاك ثاني صعيب. كان عدة تاع شخصية. نعم. لما نتحدث لك على صراع السلام، مش تقدر تقول لنا عليها؟ صح، صراع السلام ممكنش نقصد عليها. صراع السلام راني مخبيه، ما حبيتش نبينها باسكو عندها علاقه بفلسطين. نعم. شوف صار في فلسطين دوكا. انا راني كاتبها لابياس هذيك وراني موجدها، والاستاذ ديالي نونو على بالو واش كاين. قلت له على المسرحيه هذيك، قال لي خبيها، قال لي كي يلحق وقتها نحكوا عليها. انا صراع السلام كتبتها من قلبي. شخصيه عايش في فلسطين من صغره، وعاش اللحظات تاع الجوع والعطش، وكيمات مات بطريقه شغل ما تصورهاش ميم با. تسمى حسيت بهذيك شغل كي تكتب. نعطيك معلومه خفيفه على كتابه المسرحيه. الكتابه المسرحيه مش كيما الكتابه التلفزيونيه. الكتابه المسرحيه لازم تعيش الشخصيه اللي تهضر عليها. الكتابه التلفزيونيه تقدر تكتب اي شخصيه اللي تجي في راسك تكتبها عليها. بصح في المسرح يطول في الكتابه. انا ضربت هذاك صراع السلام وراني في عام نكتب في المسرحيه هذيك وانا كملتها. من بزاف اللي كملتها، عندي 8 من اللي كملتها. يعني احنا عندنا ربما السبق الصحفي في الاعلان عن هذه المسرحيه اللي ان شاء الله نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. انت وجميع اللي راح يعني يأدوا هذه المسرحيه. كذلك يعني ما ننساوش شيء مهم اللي راح نسقسيك عليه، وهو المونستاج اللي راك دايره. فيه ربما عمل مسرحي راك تحضر له ان شاء الله. عندنا عمل باذن الله يوم الخميس 30 اكتوبر، نعرض بالارواح. هو يحكي على ثوره. نعم، على الثوره وصرا في الثوره. كنا قادرين نديروها ملحمه مي ليستوار اللي حبينا نديرو شغل كرياسيون جديده. حبينا نكريو حاجه جديده. دخلنا حال الثوره ودخلنا الرومانسيه في المسرحيه. انه كاترين اللي هي راح تكون بنت الجنرال، نهضروا على الامور هذو. معليش باسكو راح تشوفوها على بياس، بصح هذه الامور اللي تهضروا عليها. راح تكون بنت الجنرال، راح تحب عمار اللي حيكون الجندي والشهيد والمسؤول والدور الاساسي في الشخصيه في المسرحيه. والبيرسوناج اللي احنا نلعبوا هو ابو علام على حسب واش حيكون هو المسؤول على البريه اللي حيبعثها للمجاهدين. اسمه هو المسؤول على الخاوه في الجبل. اسمه انا هو لا باس تاع لابياس. كما كاش انا ما تخلاش لابياس. نعم. يعني حبيت نسقسي كيفاش يعني راكم دوكا ربما تحضروا دائما، كيفاش تحضروا للمسرحيات، اوقات يعني التحضير، التدريب، كيفاش الاجواء تم في التدريب؟ شوف تقدر تكون فيها الجديه. يعني الصرامه. الجديه والصرامه كما قلت، نخدموا نقولوا سيري، وفيها مزاح يعني نضحكوا شويه، يعني نفرحوا شويه. باسكو علاش
كي تكون تخدم تكون تريبيتي، كي تكون كاين سيريو بزاف شغل تحس باللي كاين ضيقه في قلبك. مثلا مليحه كي تضحك من داك تخرج على الشخصيه تلعب حنا الفرقه اللي معاها شغل يعني حاس بالراحه معاهم. فرقه فور ارت توجور نضحكوا توجور شغل خاوه مع بعضنا نخدموا كيف واحد ما يعرفش حاجه ونوروا له، كان انا كما انا ما نعرفش عسى يوروا لي تسمى شغل هكذا شغل نخدموا من قلبنا حتى نطلعوا بها شابه، بس حاجه خرجت من قلبك ما تجيش شابه. نعم. والشخصيات اللي تمثلهم احيانا تروح انك تقرا عليهم، مثلا الشخصيه الثوريه لما مثلت الامير عبد القادر وكريم بالقاسم وغيره، هل تروح تقرا على الشخصيه يعني خارج الاطار المسرحي باش تتعمق اكثر وتعرف كيفاش الشخصيه كانت عايشه؟ شوف انا باش تقدر تجسد الدور نتاعك يعني بكل قوه. شوف انا ماشي من الناس اللي يقرا بزاف، كل حال قلت لك انا كاتب مسرحي بصح ماشي من الناس اللي يقرا بزاف، تسمى كي نلقى شخصيه نحوس نعرف الشخصيه يعني معاك، بصح ماشي نوصل اني نقرا عليها ونعرف شنو هذه الشخصيه، نلعبها ديرها. تسمى عرفت باللي انا شخصيه ثوريه راني على بالي لي بيرسوناج كيفاش حيكون، تسمى ماشي حتى نقرا عليه ولا كان شخصيات راني معاك اوبليجي نقرا عليهم كما شخصيه شكسبير، كان شخصيه امير عبد القادر اوبليجي نقرا عليها، بس امير عبد القادر صعيب بزاف باش تلعبوا. نعم، نتمنى لك التوفيق في كل هذا المسار الفني في مجال المسرح، نتمنى لك دائما أنت وفرقة فور آرت النجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون حاضر معنا المرة القادمة في برنامج على السادسة وعلى برامج قناة شبابية، تكون أديت أدوار جديدة اللي راك تحضر لها إن شاء الله. كل الشكر لك محمد إسلام كوشيت الفنان المسرحي على حضورك. كلمة ختامية في هذا العدد. كلمة ختامية حاب نقول للجمهور حاجة. حابين قبل ما يتعلموا التمثيل الحاجه الاولى اللي يتعلموها هي المسرح، باسكو باش تدخل يعني للشباب المهتمين بمجال المسرح والتمثيل. بمجال المسرح والتمثيل. باسكو انا واش لاحظت ان الناس كان الناس محبين يمثلوا، باش تمثل لازم تتعلم مسرح، باسكو المسرح هو اللي يخليك تمثل اكثر من كيما راك حاب تمثل. ما تقدرش تقمص الشخصيه وانت ما تعرفش شنو هذه الشخصيه، ثم لازم المسرح يخليك تعيش اللحظه هذيك، عيش اللحظه تاع المسرح، ذوق المسرح عنده رساله، عنده اكثر من رساله. نعم. العفو، مرحبا بك دائما. القناة الشبابية أبوابها مفتوحة لك ولجميع شباب الجزائري المبدع في شتى المجالات. أشكرك جزيلا الشكر مرة أخرى محمد إسلام كوشيت الفنان المسرحي على حضورك معنا. مشاهدينا